يعني يقول لك طب انت ليه تقعد تعمل الديزاين بايدك، ما تشتغل بالاي اي. وجربنا ده فعلا، جربته مره واحده في بروجكت واحد بس بالفيجما ميك. طلعت انا كديزاينر سي ار ام كامل، يعني خدت البروجكت ديسكريبشن كله بتاع 30 40 صفحه، قسمت موديولز، حطيته على الشات جي بي تي، خدت برومبتس حطيتها في الفيجما ميك. الفيجما ميك اللي طلع سيستم سي ار ام كامل. وفي زرار اسمه داونلود كود، بيقوم بداونلود الكود بالفريم ورك بتاع الفرونت اند ديفلوبر، بتدون سي اس اس، مش عارف بقى باقي الاكواد اللي هو بيشتغل بيها. خد الفرونت اند ديفلوبر السي ار ام مني، ابتدى يشتغل عليه. برضه طلع الديزاين شكله طبعا مختلف. هم بالنسبه لهم ده كده جميل، الاي اي خلص البروجكت بسرعه جدا، انت ما عملتش الديزاين بايدك. فبرضه ده اتجاه تاني انا ما اقدرش يعني. ده اتجاه، بس اعتقد ده اتجاه في شركات متوسطه وانت نازل. الشركات اللي في متوسطه وانت طالع صعب جدا يبقى ده الاتجاه بتاعهم. هيستخدم الاي اي في كل حاجه، بس مش عشان يبيلد كل حاجه، علشان يطلع الحاجه اللي بيطلعها السينيور بس بسرعه. عبد الرحمن اسامه قال جمله قريب حلوه قوي، قال انت لو جبت واحد جونيور واديت له الاي اي يشتغل هيطلع لك نتيجه سريعه بس نتيجه جونيور، كواليتي جونيور. لو اديت الاي اي لواحد سينيور هيطلع لك نتيجه سريعه بس بكواليتي سينيور. فالشركات المتوسطه وانت طالع هتبقى بتركز على الاي اي عشان يطلع نتيجه كويسه بتاع اللي احنا بنعملها، ويمكن احسن شويه كمان وبسرعه. الشركات المتوسطه وانت نازل هيخليك زي ما انت قلت تعمل كده، انا هعمل كل حاجه طلب الاي اي، وانا متاكد مليون في الميه ان الكواليتي بتاع الكود اللي طلعت بتاع السي ار ام اكيد هيبقى فيها مشاكل، استحاله هتبقى سكيلبل. ده من النوع اللي هو البيزنس بتاع الشركه، انا بحرق كلاينتس بسرعه، بحرق بروجكتس، انا عايز بروجكت يجي يخش هنا يطلع مش يخش على بعده على بعده على بعده وهكذا. لو انت في شركه من النوع اللي هو مش فارق معاه الكواليتي مع قد السرعه، لا اهرب منها. لو فارق معاك كواليتي زي ما فارق مع السرعه كمل.